السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده هنتكلم اخيرا على كل مجموعات فافلن الجديده، فيلا بينا لايك بقى والحركات بتاعتنا دي. اول حاجه عايزه ابدا بيها الفيديو علشان لو مش هتكملوا لاخر الفيديو، ان الاتنين دول يا جماعه بجد لازم يكونوا موجودين عند اي بنت. يعني انا مش من عادتي ان انا اقول حاجه زي كده، بس انا شايفه ان دول حاجات اساسيه لو انتي تحديدا بقى بتعملي صبغه او حراره. 90% من البنات يا اما بتعمل صبغه يا اما بتعمل حراره يا بتعمل الاتنين مع بعض، فاكيد شعرك متدمر. هما الحاجتين دول اللي هو الاويل والسيرم بجد والله العظيم مسؤولين عن اعاده تصليح شعرك، مسؤولية تامة. يعني بعيدا بقى عن اي حاجة في الفيديو، انا بصراحة ما طلبتهاش من فافلن علشان خايفة منهم، بس احنا عايزين نعمل الحملة الشعبية للضغط على فافلن ان هم يعملوا لنا دول باندل مع بعض يكون عليها اوفر. بجد انا حاسة ان البنات كلها محتاجاهم من كتر ما هم حلوين بشكل مش عادي. خلوني بس اشرح لكم الاول هم بيعملوا ايه. اولا هي من المجموعة بتاعت الارجان، دي المجموعة القديمة، بس مش ده السيرم القديم، ده سيرم جديد خالص. ده الزيت بتاع المجموعة. طبعا في الارجان اويل لان طبعا هو المكون الاساسي في المجموعة كلها، الارجان اويل وكوكونات اويل واوليف اويل وكاستر اويل. عايزه اقول لكم ان هو رغم الاويلز دي كلها بس هو خفيف قوي يا بنات، شايفين؟ خفيف جدا، مش اللي هو بقى الزيت وتقيل. هو المفروض اصلا معمول بشكل اساسي علشان يتحط على السكالب، على فروه الراس، يعني قبل الشاور بتاعك بنص ساعه. ولكن الزيت على فروه الراس مش لكل الناس زي ما قلت لكم قبل كده. في ناس اصلا ممكن يعمل لها مشاكل، في ناس ممكن يعمل لها قشره وهكذا. ما بقولش على ده، انا بقول على اي زيت عموما. فعلشان كده خدوها بقى مني، ده يكون عندك علشان شعرك نفسه. اولا هو خفيف جدا على الشعرايه، ريحته مش مزعجه اطلاقا، وفي نفس الوقت يا جماعه ترطيب عميق للشعر بشكل مش طبيعي. كنت قلت لكم قبل كده ان الزيوت من احلى الحاجات اصلا اللي ممكن ترطبي بيها شعرك، فما بالكم بقى يكون اصلا زيت معمول علشان يصلح الشعرايه نفسها. فبجد خطير، ترطيب عميق قوي قوي للشعرايه. غير كده بيدي لمعان رهيب للشعرايه. نفس الكلام بقى على السيرم، والسيرم ده يا جماعه ريحته خطيره. هو ريحته سبايسي كده شويه، يعني مش ريحه بنوتاتي ومش عارفه ايه، لا هو ريحته سبايسي بس ريحته حلوه. السيرم بقى فيه حاجتين من اقوى الحاجات اللي بتصلح الروابط اللي ما بين الشعرايه تاني، هو الكولاجين والكيراتين. الكيراتين ده يا جماعه علشان في بنوته قبل كده سالتني او كذا حد انه هو ده الكيراتين اللي الناس بتعمله في الصالون وكده وبيبوظ الشعر. لا، الكيراتين اللي بيبوظ الشعر في الصالون حاجه، والكيراتين اللي بيكون موجود في الهير كير برودكتس حاجه تانية خالص. لانه اساسا الشعرايه بتاعتنا هي اساسا مكوناتها من الكيراتين. الضوافر بتاعتنا، ضوافرنا كيراتين بس متجمع مع بعض بشكل معين. نفس الكلام الشعر هو اساسه اصلا كيراتين. فانتي لما بتستعملي حراره كتير الروابط اللي ما بين الشعرايه نفسها بتبوظ. فعلشان كده لازم تستعملي حاجه. حتى دايما لو انت بتستعملي حراره دايما بنصحكم لازم يكون الروتين بتاعك يكون موجود فيه حاجات فيها بروتين. حتى لو مش هتستعمليها طول الوقت بس لازم الروتين بتاعك يكون فيه حاجات فيها بروتين. طبعا الكيراتين نوع من انواع البروتين، فلو انت بتعملي صبغه او حراره ده بجد الاثنين دول تحديدا لازم يكونوا موجودين عندك. وده مش لازم بس تعتمدي عليه ان هو قبل الشاور على فروه الراس، استعمليه على شعرك عادي. بجد احلى حاجه في الدنيا. انا اصلا بحط الاثنين ورا بعض، بحط ده الاول طبعا وبعد كده بحبس على الترطيب بالاويل. وعلى فكره الفتره دي انا بقالي مثلا اسبوعين او داخله على 3 اسابيع مبطله حراره خالص، ما بستعملش اي حراره علشان عايزه اريح شعري بقى، عايزه ابدا اعالجه بالمجموعه دي. انتوا عارفين ان انا دايما بحط ليف ان كريم بعد الشاور، فانا بطلت ليف ان كريم وبقيت بستعمل الاثنين دول ورا بعض. ترطيب خطير، لمعان للشعر رهيب. حاسه ان شعري بدات ترجع له الحيويه تاني. شعري انا حاسه الفتره دي ان هو بيقول لي يعني حرام عليكي اللي كنت عاملاه فيا. انا فعلا كنت مبهدلاه من الحراره. انا عارفه ان انا متحمسه قوي للموضوع، بس علشان فعلا الاثنين دول ما يتفوتوش. ويا ريت فيفلن تعمل عليهم باندل لوحدها وتعمل عليهم اوفر. طبعا صحيح انا نسيت اقول لكم ان حاليا اصلا في الاوفرز بتاعت البلاك فرايداي، بس انا مش هقدر اقول لكم اسعار المجموعات كلها يا جماعه لانه الفيديو هيقلب ان انا عماله اقول اسعار، هطول الفيديو على الفاضي. فادخلوا الويب سايت، هسيب لكم لينك الويب سايت في اول كومنت مثبت تحت الفيديو. وطبعا انا ليا كود خصم عندي فيفلن طول السنه شغال، مش بس في الاوفرز بتاعت البلاك فرايداي. طبعا الاسعار نازله بشكل كبير جدا، خصم
بيوصل لحد 60%. ففي اوفرز على كل حاجه على الويب سايت. خلونا بقى نقسم المجموعات الجديده في فافلن حسب احتياجك الشخصي. اول حاجه المجموعه اللي انا بدات بيها الفيديو علشان كنت متحمسه قوي للاويل والسيرم بتاعها، هي المجموعه بتاعه الارجان، ودي اصلا المجموعه القديمه، بس طبعا اتعمل لها فورمولا جديده يعني تعدل على الفورمولا القديمه، بقت احسن واقوى بقت عظمه. دي بقت مخصصه للناس زي ما قلت لكم كده في الاول، للناس اللي بتعمل صبغه كتير، بتستعمل حراره كتير، حرام تبوظوا شعركم. فعلشان كده لازم يكون الروتين بتاعك، ومش بقول لكم لازم كل غسله تكون بيه، لا، بس لازم على الاقل مرتين في الشهر يكون الروتين بتاعك فيه حاجات فيها بروتين علشان ترجع الروابط بتاعت شعرك تاني، علشان شعرك ما يتقطعش. جماعه انتوا لو مش بتصلحوا الضرر بتاع الحراره شعرك هيتقطع، شعرك هيبقى بهتان، لانه الحراره بتشيل كل الترطيب اللي في الشعرايه، بتبهدل الشعرايه حرفيا. فعلشان كده دايما بقول لكم ماشي نستعمل حراره وندلع نفسنا، بس في نفس الوقت لازم نحمي شعرنا من الضرر بتاع الحراره ده. فالروتين ده معمول بشكل اساسي للشعر المجهد والتعبان، لان هو زي ما قلت لكم كده هو فيه حاليا كولاجين وكيراتين وبرو فيتامين بي 5، طبعا بالاضافه للارجان، لان الارجان اصلا هو المكون الاساسي للمجموعه. عايزه اقول لكم شكل الشامبو بتاعهم يا جماعه شكله بيلمع كانه سلاسل ذهب، لان هو اصلا انتوا عارفين ان الارجان هو بيتقال عليه كده الذهب السائل، فهو فعليا من كتر ما هو فيه ارجان بيور ارجان اويل شكله بيلمع وجميل قوي. بس طبعا بالاضافه للتعديلات الجديده، عايزه اقول لكم بقى انه المجموعه دي تحديدا فيها حجمين. اول حجم اللي هو ال 500 مللي اللي انتم متعودين عليه من فافلن، سواء كان الشامبو والكونديشنر والهير ماسك، والحجم الثاني اللي هو الاصغر شويه الشامبو والكونديشنر والهير ماسك 300 مللي. هو برده مش صغير قوي، بس لو انتم مثلا عايزين تجربوا لاول مره اي حاجه من فافلن فطبعا اختاروا الحجم الاصغر. وطبعا ما تنسوش ان الهير ماسك بتاع فافلن يعتبر الهير ماسك رقم 1 في الترطيب في مصر حرفيا، من غير اي منازع ومن غير اي منافس، ده الهير ماسك رقم 1 في الترطيب. في نصيحه مش قادره ما اقولهاش، لو عايزه تدمري شعرك ما تستعمليش عليه كوكونات اويل قبل الشاور. كوكونات اويل على الشعر نفسه يا بنات، مش على الفروه. انا ما بتكلمش على زيوت في الفروه خالص لان هي حالات خاصه، ولكن انا بتكلم على كوكونات اويل على بقى الشعر نفسه قبل الشاور. مهمته ايه؟ علشان في بنات برضو قالت لي طيب هستفيد ايه لما احط كوكونات اويل على شعري وبعد كده ادخل اغسله؟ ما هو ده المطلوب، لان هو بيحمي شعرك من الميه. فكره ان الميه تدخل وتخرج من الشعرايه نفسها كتير ده بيضعف الشعرايه نفسها، فما تستخسريش في شعرك انك تحطي عليه كوكونات اويل قبل الشاور. ممكن بقى بديل الكوكونات اويل طبعا الارجان اويل، فانت ممكن برضو تستعملي ده على الشعر نفسه قبل الشاور برضو. فانت براحتك، عايزه تحطي كوكونات اويل حطي، عايزه تحطي ارجان اويل حطي، ولكن اوعي ابدا تعرضي شعرك للميه. حتى على فكره لو تمارين سباحه او الحاجات دي كلها، اوعي تعرضي شعرك لميه من غير ما تحطي عليه زيت علشان تحميه من دخول وخروج الميه، لان ده بيضعف الشعريه جدا. خلونا بقى ندخل على المجموعه الاقرب لقلبي في المجموعات الجديده. طبعا دي عظمه فوق العظمه، ما شفتش في جمال السيرم والاويل بتاعها، ولكن المجموعه بقى القريبه من القلب بشكل مش طبيعي. الحمد لله كمان ان لونها هو اللون اللي انا بحبه، اللي هي المجموعه دي اللي اسمها جروفي جروس. عايزه اقول لكم يا جماعه ريحتها، يعني انا عارفه ان مش المفروض ان انا ابدا بالكلام عن الريحه بتاعتها، ولكن ريحتها حلوه بشكل مخليني مش قادره ما اتكلمش على ريحتها. اول حاجه ريحتها شيك بشكل مش طبيعي، لا وبتثبت يومين 3. انتوا عارفين ان انا بعمل خطوات كده علشان اعطر شعري واخلي شعري ريحته حلوه، ولكن مع المجموعه دي انا صممت ان انا ما احطش على شعري اي حاجه او اي برفيوم او اي حاجه، علشان عايزه استمتع بالريحه الحلوه بتاعتها. عايزه اقول لكم ان انا في اليوم ده عملت حركه، طلعت من الشاور. انا البرفيوم ده مش بستعمله كتير علشان بصراحه هو غالي على قلبي جدا، لان هو كمان ليميتد اديشن مش موجود في مصر وغالي قوي، فمش عايزه اخلصه بسهوله. اللي هو البرفيوم ده اللي هو بتاع بيربري هير الليميتد اديشن. ما اعرفش ليه وانا باخد الشاور حسيت ان انا محتاجه اطلع احط البرفيوم ده. عايزه اقول لكم ان انا برده حاطاه النهارده علشان ادخل كده في الاجواء بتاعه المجموعه دي. ريحتها شيك وراقيه، ريحتها حلوه قوي وكمان بتثبت في الشعر. يعني في مجموعات بتبقى ريحتها حلوه بس مش ثابته، المجموعه دي هدفها الاساسي تحفيز نمو الشعر وتقويه الشعر وكده. ولكن ابقى كذابه لو قلت لكم ان انا
شفت طبعا النتيجه دي في الفتره القصيره دي. انا ليه اتكلمت بحماس قوي على اول 2 دول اللي هو الاويل والسيرم بتاعه؟ لان انا بقالي فتره طويله بستعملهم اصلا. لو تفتكروا تقريبا كان في فيديو من شهر ونص بقول لكم ان انا بجرب مجموعات جديده من فافلن، لكن بصراحه اللي هي الجروفي جراس انا بجربها بقالي مثلا اسبوعين بس تقريبا، فما اقدرش اقول طبعا ان انا شفت منها تحفيز نمو للشعر. ده محتاج 4 شهور، انتوا متخيلين؟ فانا ان شاء الله بعد 4 شهور هطلع لكم بقى بالريفيو بتاع تحفيز نمو الشعر، هل فعلا ده حصل ولا لا. ولكن حاليا خلونا نعمل ريفيو على الشامبو والكونديشنر، بيرطب ولا لا، ريحته ايه، مش عارفه ايه الجو ده. ولكن المجموعه دي تحديدا ده مش ريفيو نهائي عنها، استنوا معايا 4 شهور ان شاء الله، ربنا بس يدينا العمر وبعد كده اكلمكم عنها. بالمناسبه المجموعه دي بتيجي في حجم 300 مللي بس. خلوني اقول لكم على المكونات الاساسيه الموجوده في الشامبو: كافيين ورايس ووتر والجرين تي. بينظف فروه الراس كويس جدا جدا، بيرغي كويس قوي قوي قوي. وعايزه اقول لكم يا جماعه انه كل حاجه في فافلن مكتوب عليها الانجريدينتس بتاعتها مش بس كامله، لا مكتوبه كمان بطريقه علميه. وده كده اهو، دي كده الانجريدينتس مكتوبه كامله يا جماعه وبطريقه علميه، علشان في ناس بتقول كلام غريب بصراحه، فانا مش عارفه هم بيجيبوا الكلام ده منين. بالنسبه بقى للكونديشنر والهير ماسك، عايزه اقول لكم بالاجمال كده كل كونديشنر في المجموعات الجديده الترتيب بتاعه 9 من 10، اما الهير ماسك 1,000,000/10 في كل مجموعه، يعني مش بس في دي، في كل مجموعه. الكونديشنر طبعا المهمه الاساسيه بتاعته ان هو اصلا بيعادل الشحنات اللي بوظها الشامبو، فانا مش بستنى منه ترطيب قوي، بس طبعا بحتاج منه ترطيب. ولكن طبعا الهير ماسك هو الهدف الاساسي بتاعه ان هو يديك ترطيب قوي جدا جدا. فكل الهير ماسك بتاع فافلن يا جماعه بالنسبه لي هو رقم 1. يعني انا لما بلاقي شعري تعبان هلكان محتاج ترطيب لازم استعمل هير ماسك من فافلن. الكونديشنر من اهم المكونات فيه الكافيين والروزماري وخلاصة العرقسوس. اما بالنسبه للهير ماسك فالكافيين وفيتامين اي علشان يزود الترطيب في الشعرايه. ده كده بالنسبه للجزء بتاع الشاور. المجموعه دي فيها حاجه تعتبر فريده من نوعها في مصر، يعني مفيش براندز مصريه كتير بتعمل الحركه دي، وهي سيرم لفروه الراس. سيرم مش اويل، لانه في ناس زي ما قلت لكم طبعا ما ينفعش معاها الاويلز خالص، ولكن السيرمز بتنفع مع كل الناس. عارفين زي السبراي اللي بتحط كل يوم على فروه الراس كده، هو نفس الكلام بيتحط طبعا كل يوم على فروه راسك. هو ده كده القوام بتاعه، مي هو فعلا زي الميه، هو فعليا ميه، يعني ريحته خطيره يا جماعه، ريحته نفس ريحه المجموعه. طبعا عشان ده بيتحط كل يوم مش بيتغسل. وطبعا بقى على الشعر نفسه يا اما تحطي سيرم يا اما تحطي اويل، براحتك رطبي. اهم حاجه ترطيب الشعر يوميا، ده بجد هيودي شعرك في حته ثانيه. لو اهتميتي انك ترطبي شعرك كل ما محتاج ترطيب، يعني مش بس يوميا، انت شعرك ده اتعاملي معاه نفس معامله بشرتك بالظبط. احنا بشرتنا كل ما احتاجت ترطيب بنرطبها، لكن شعرنا بنرطبه من الغسله للغسله، لا رطبي شعرك كل ما محتاج ترطيب. المفروض ان السيرم ده بيوعدنا بايه؟ ان هو يطلع شعر؟ لا، ان هو يقلل تساقط الشعر. فدي الحاجه اللي بيوعدنا بيها السيرم اللي بيتحط على فروه الراس نفسها من المجموعه دي. وطبعا من اهم مكوناته الكافيين والروزماري والرايس ووتر. اما بقى بالنسبه للاويل بتاع المجموعه فهو بيوعدنا ان هو يحفز نمو الشعر اصلا من الاساس. وزي ما قلت لكم ان الاويل بجد برضو خفيف جدا، مش من الحاجات اللي هي بتلزق الشعر وكده، ونقدر برضو نستعمله على الشعر نفسه مش على الفروه بس. كده بالنسبه للمجموعه دي، وبصراحه دي المجموعه الاقرب لقلبي. انا دول عايزه افضل اتكلم عنهم طول الفيديو اصلا من كتر ما انا، انتوا مش متخيلين اصلا بيعملوا ايه في الشعر، بجد خطار. نيجي بقى لاخر مجموعه وهي اللي لونها اخضر، لونها حلو قوي قوي، لونها مبهج كده وريحتها كمان مبهجه جدا. عارفين ريحه ترايدنت بطيخ؟ نفس الريحه بالظبط، بجد ما فيش اختلاف ابدا ابدا، ريحه منعشه ومبهجه كده. المجموعه اسمها هولي هايدريشن، من اسمها كده واضح جدا جدا هي بتعمل ايه. دي بقى مجموعه الترطيب العميق. لو انتي شعرك بتعاني من قله الترطيب، هي دي المجموعه اللي هتشتريها. المجموعه فيها كميه مرطبات مش طبيعيه، كوكونات اويل، ماكاديميا اويل، سويت المند اويل، فيتامين اي، فهي فيها كل حاجه ممكن تكون بترطب في الحياه. وطبعا زي ما قلت لكم انه الهير ماسك بتاع فافلن هو الهير ماسك رقم 1 بالنسبه لي في الماركت المصري في الترطيب. في كل الحاجات اللي انا جربتها لحد دلوقتي، حتى في اللاين الجديد برضو الهير ماسك يكتسح اي حاجه، هو مكتسح الكونديشنر بتاع المجموعات نفسها. يعني كده كده زي ما قلت لكم ان الكونديشنر مش مهمته الاساسيه ان هو
يرطب ولكن يدينا شويه ترطيب. بس الهير ماسك هي مهمته الاساسيه ان هو يرطب. طبعا ده مش ريفيو تفصيلي على كل حاجه في الانجريدينتس علشان بصراحه مش عايزه اطول الفيديو قوي. بعد كده بقى ممكن نتكلم على كل مجموعه لوحدها بعد فتره اطول من التجربه، ولكن دي كده هنعتبرها خريطه ازاي نشتري المجموعات الجديده من فافلن. لو انا محتاجه ترطيب فهكون محتاجه المجموعه دي اللي هي اسمها هولي هايدريشن. لو انا بستعمل حراره كتير وبعمل صبغه كتير فانا هكون محتاجه المجموعه دي. وممكن طبعا اكون محتاجه مجموعتين مع بعض. ما بقولكوش تشتروا مجموعتين عشان بس ايه ما حدش يتخانق معايا، ولكن بقول لكم انه عادي ممكن نكون محتاجين المجموعه بتاعه اعاده تصليح الشعر مع اي مجموعه تانية تكون بترطب او مجموعه بتقلل التساقط وهكذا. كل واحد بيختار على حسب شعره محتاج ايه. المجموعه دي بقى معاها السيرم اللي تقريبا انا مش عارفه هل فافلن كانوا قاصدين ان هم يحرجوني عشان السيرم القديم هو ده اصلا السيرم القديم، ولكن بقى بشكل ادفانسد شويه وبقى بشكل اتعمل له فورمولا جديده. بقى يا جماعه اقوى سيرم ممكن تشوفوه بيرطب في حياتكم. بقى بيرطب لدرجه ان هو انا ما بقتش باخد منه غير نقطه صغيره جدا جدا علشان ما يلزقش شعري من كتر الترطيب. انتوا متخيلين بقى قوي جدا 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 في الترطيب، بقى سميك وتقيل لدرجه رهيبه. السيرم ده بقى موجود فيه الصويا بروتين وكمان الكولاجين علشان برضو يدعم روابط الشعر وفي نفس الوقت يرطب كويس جدا جدا، يدي تغذيه وترطيب لعمق الشعرايه نفسها. دي كده مجموعات الشعر الجديده فافلن. عايزه بس اوريكم مجموعه الجسم كده في الاخر علشان بس هي شكلها برضو اتغير، بس مش كل السنس، يعني في كذا سنت كده. ادخلوا على الويب سايت هتلاقوا السنس اللي اتعمل لهم شكل باكج جديد، شكل باكج جديد خطير بيفكركم ببراند معينه. شكل الباكج ده في براند كده مجننه الناس الفتره دي، يعني شكل الباكج بتاعها قريب جدا جدا من شكل الباكج ده، عشان دي حركه انا اتفاجئت بيها. يعني ده الغطا اهو بتاع البادي سبلاش، هتلاقوا في غطا تاني جوه علشان يحافظ عليه اكتر. جماعه البادي سبلاش بقى 250 مللي، حتى لو انتوا شايفين حجم العبوه صغيره ولكن هي 250 مللي، هي كبيره جدا جدا زيها زي اي بادي سبلاش، يعني طويل عامل كده ولكن هي مقلبظه شويه. انا اخترت الريحه اللي انا بحبها اللي هي انتو ذا وايلد، دي ريحتها نظافه، ريحه النظافه. برضو نفس الكلام للشاور جل، بقى حجمه 400 ملي وبقى ببامب كده. البادي لوشن 250 ملي وبرده بقى ببامب كده. واخر حاجه وهي البادي باتر العبقريه بتاعه فافلن اللي هي شبه الويبد كريم ده كده شكلها. في حاجه اخدت بالي منها في شكل الباكج ان هم كاتبين عليها فافلن او اللوجو بتاعها، ونفس الكلام برده موجود على الهير ماسك. فانا بصراحه فرحت ان اللوكال براند بقت بتهتم بتفاصيل صغيره زي البراندز العالميه، ان هم يصنعوا اصلا عبوات خاصه بيهم هم. يعني دي عبوات فافلن مش عبوات اي حاجه في الماركت، يعني طبعا بيبقى في حاجات كتير قوي في الماركت كلها شبه بعض عشان هي نفس الازايز من نفس المصنع وكده، لكن هم مهتمين قوي بالتفاصيل الجديده. اخر حاجه وهي الليب بالم الجديده. الليب بالم كريمي جدا جدا، ناعمه جدا جدا على الشفايف. واخدتوا بالكم من حاجه ان هي بقى فيها اس بي اف، هي اس بي اف 15 صحيح، ولكن اهو اي اس بي اف وخلاص يعني يسد معانا. طبعا بنحط سان سكرين عادي يا جماعه على شفايفنا لو احنا خارجين في الشمس. يعني هي دي كانت كل المجموعات الجديده في فافلن والحاجات اللي اتعمل لها فورمولا جديده او شكل باكج جديد وكده. طبعا ما تنسوش ان العروض حاليا شغاله في فافلن بخصومات بتوصل لحد 60%. طبعا ده غير البرومو كود بتاعي اللي هيديكوا خصم اضافي فوق الخصومات كلها. وطبعا استنوا مني ابديت على كل حاجه لما هلاحظ اي حاجه جديده. هنتكلم بقى على الانجريدينتس بالتفصيل وكده. بس ده كان يعني فيديو مجمع كده لكل حاجه جديده في فافلن وبس كده. مع السلامه.